السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ للي ما يعرفنيش انا سارة دفعة 2023 وداخلة تالتة طب بشري. طبعا مع بداية السنة وبما اني كنت مكانكم في يوم في ثانوية عامة، وكانت اكتر مادة بسمع شكوى منها واكتر مادة حوالينا بتحس ان هو مش عارفين يقولولك هي صعبة سهلة بتتحل ما بتتحلش. كنا بنشوف جدل كتير جدا حوالينا وحوالين الانجليش هو مش مادة، هو بيتعامل معاه كلغة. احنا بنتعامل معاه كلغة ليه؟ علشان نقدر ان احنا نواكب الاسئلة بتاعة الامتحان، نقدر ان احنا نترجم comprehension القطعة اللي بتجيلنا، نقدر نترجم السؤال علشان نحله في الاختيارات اللي تشوز العادي بتاعنا. نقدر نحل الترجمة translation، نقدر نحل كل جزء فيه. لو انت اتعاملت معاه على انه مادة انت بتحفظ لها حاجة وبتروح الامتحان تحلها، مش هتعرف تحلها. الانجليزي عايز تذوق للمعنى وتذوق للكلمات وتذوق لكل حاجة، كل حاجة تبقى واخدها على انها لغة بتتكلم بيها بتتعامل بيها. فده اللي هيخليك تعرف ازاي ان انت تحل كويس ويبقى عندك كده زي الحاسة السادسة بس في الانجليش. عايزين نتعامل معاه بالظبط بالسنس حرفيا، اللي هو انت بتتذوق الكلام والمعنى والموقف، بتحس ان انت داخل فيه. يعني الاختيارات كلها بتبقى يعني كلمات قريبة من معنى شوية، ممكن معنى يديك في الجملة دي حاجة معينة هو قصده بيها. ففي اختلافات كتير حوالين الانجليش، فعلشان كده لو احنا خدناه على انه مادة كئيبة هندخل ان احنا نحفظ لنا حاجة ونحطها في الامتحان، مش هتنفع معانا الموضوع ده خالص. الانجليش عايز حد بيحبه، حد يتقبله كلغة علشان يتقبله كمادة بيذاكرها للامتحان. وعشان كده ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على كل جزء من اجزاء الانجليش، كل حاجة ازاي تذاكرها، ازاي تتعامل معاها، سواء vocabulary كلمات، سواء comprehension translation، حتى الاسي هنتكلم ازاي تحله. وكمان هقول لكم على افضل المدرسين في مادة الانجليش وايه الكتب اللي تجيبها. كل حاجة هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو ده. تابع معايا الفيديو الاخر. بس قبل ما تبدا متنساش تضغط لايك، سبسكرايب، تفعل نوتيفيكيشن، تعمل جوين لجروب التليجرام علشان هينزل عليه حاجات مهمه جدا الفتره اللي جايه، وتعمل فول انستجرام علشان هو ده اللي بيقربنا من بعض اكتر، وهو ده اللي بنزل عليه ستوريز منها بقدر اعرف مشاكلكم واقدر ان انا احلها لكم، بتواصل معاكم فيه اكتر. طبعا انا بحاول ارد على كل الكومنتس بس الوقت برضو مش بيكون قادره ان انا ارد على كل حاجه، بس الانستجرام غالبا برد على كل حاجه فيه. فاعملي فولو على الانستجرام. كمان انتظروا مني في الفيديو ده مفاجأة جامدة جدا بتحللك مشكلة كبيرة في مادة الانجليش. ويلا بينا نبدأ الفيديو. please keep watching. اول مشكله بتواجهنا في الانجليش وهي الفوكابولري او الكلمات. ازاي تتعامل مع الكلمات، وايه الغلط اللي انت كنت بتعمله وتعمل ايه الصح بداله. كل حاجه ان شاء الله هنقولها في الفيديو ده. اول حاجه في موضوع الكلمات هي ان انت بتقرا الدرس بتاعك اللي موجود في الكتاب او الليسون اللي عندك، اللي بيكون من خلاله بتعرف كلمات الوحده. هيطلع لك مثال اللي انا قصدي عليه هنا. هو ده اللي انا اقصد ان انت تقراه قبل ما تحفظ الكلمات وقبل ما تفكر ان انت تقرا الكلمات اللي موجوده مجمعه على الوحده. ليه؟ لان في كلمات كتير بتكون في الانجليش ليها كذا معنى، فانت لما هتقرا كلمه مش هتبقى عارف ازاي ان انت تحفظها او هتحفظها بانهي معنى اللي يناسب الوحده بتاعتك. فعشان كده بتقرا الدرس وكمان بتطلع منه الاسئله الجديده، وانت بتقرا هتحس انها بتتكرر معاك وهتحس ان انت فاهمها في سياق المعنى او في سياق الجمله. فلما هتيجي هتحفظها هيكون الحفظ اسهل بالنسبه لك واسرع بالنسبه لك. طب انت قريت الدرس وخلاص عايز تحفظ الكلمات، هتحفظها ازاي؟ ودي المشكله اللي انتوا بتقعوا فيها كتير. انت ما بتفضلش ماسك مثلا كلمات حوالي 3 4 ساعات باصص لهم كده انا بحاول احفظهم، باصص للعربي وباصص للانجليش. لا، انت بتمسك ورقه وقلم تحاول ان انت تحفظ بيهم الكلمات اللي موجوده عندك. انت بتحفظ الكلمات اللي بتلاقيها مجمعه على الليسون او على الوحده. تمام، بتبدا ان انت تحفظها واحده واحده. الموضوع ما ياخدش معاك ساعه ساعتين، تمام، ما تكترش عن كده. طيب ازاي باكد حفظي؟ عن طريق ان انا بسمع لنفسي الاول ادي مره، بعد كده بروح احل مباشره الاسئله اللي موجوده على الفوكابولري، لان الاسئله والجمل والمواقف هي اللي هتعرفك هل انت حفظت كويس ولا لا. وحتى لو حفظت بس مش قوي هتلاقي ان انت بتختار الاجابه الصحيحه من سياق معنى الجمله، فهتحفظ بيها برضو الكلمه اكتر. ولو غلطت في سؤال ده احسن كمان، ما تقولش انا غلطت في اسئله كتير، لا، الغلط في الاسئله ده بيأكد عليك المعلومه، بيخليك ترجع وتلفت انتباهك كده لكلمه كانت ساقطه منك او كلمه كانت واقعه منك.
ودي افضل طريقة ان انت تحفظ بيها الكلمات، هي الحل الكتير والتكرار الكتير، مش ان انت تفضل ماسك الورقة تقعد تحفظ فيها او ان انت تكرر فيها. لا، بنفس المعنى اللي انا قلته لك، ان انت هتيجي هتحل اسئلة او هتقعد مثلا اول مرة خلاص انت ذاكرت الكلمات، تيجي بعديها ان انت بتسمعهم لنفسك، بعد كده بتحل الاسئلة، وهكذا. اليونت اللي بعده لو انت مثلا بدأت في يونت بعده هتراجع على اليونت اللي قبله، وما تكسلش في الحتة دي لانها مهمة جدا. لو انت ما رجعتش على اليونت اللي قبله هيجي بعد يونتين 3 انت خلاص نسيت اللي فات ده خالص واترمى، يعني هتيجي ترجع له كأنك بتذاكره لأول مرة. فعلى ايه 3 دقايق 5 دقايق في مراجعة الكلمات مش هيأثروا معاك في اي حاجة، بل بالعكس هيفيدوك لآخر السنة. تاني حاجة وهي الجرامر، ودي من الحاجات اللي انتوا بتعملوا فيها غلطة كبيرة جدا، ان انت بتسمع شرح المدرس او بتروح الحصة خلاص تفهم الجرامر، انا فهمته في دماغي فاروح احل عليه دايركت. لا، اوعى تعمل كده. نفس الحاجة اللي انتوا بتعملوها في البلاغة والنحو بلاش تعملوا كده في الانجليش في الجرامر، لان لما تعمل كده انت ما فهمتش ايه الحالات اللي ممكن تختار فيها الزمن ده كويس، معرفتش تفرق بين الزمن ده وازمنة غيره. في حاجات كتير او في مدرسين كتير بيكونوا حاطين بعد كل زمن او كل جرامر، انت مثلا لو جالك الكلام كذا فتحط زمن كذا، لو جالك كلام كذا فتحط زمن كذا، بيبقوا هم مفرقين لك وموضحين لك الموضوع. فانت لازم تعرف كل ده وتحفظه كويس قوي، وبعدين تبدا ان انت تحل عليه. ما ينفعش ان انا اديك حاجه او اعلمك حاجه ومن غير تدريب ومن غير حفظ اقولك روح اعملها لي. تمام، لازم تكرار ولازم حفظ ولازم فهم كويس علشان تقدر ان انت تطبق عليه، لان في اخر السنه هتلاقي ان انت اخدت ازمنه كتير واخدت جرامر كتير، فبدات ان انت تتلخبط مش عارف الاختيار ده او السؤال ده اختار فيه انهي زمن صح. فهو ده المشكله. مع الحل الكتير والتكرار الكتير وان انت تحفظ يعني احفظ كل حاجه في الجرامر، احفظ الحاله الاساسيه بتاعته، الشكل الاساسي بتاعه، احفظ الكلمات الكيوردز اللي بتكون دل عليه، احفظ الاسئله اللي ممكن تيجي عليه، مش الاسئله اللي ممكن تيجي عليه يعني قصدي الحالات الشاذه اللي ممكن تيجي فيه. كل حاجه في الجرامر انت بتحفظها. هتقولي في حد بيحفظ جرامر؟ في حد بيحفظ جرامر عادي جدا. انت بتحفظ الحاله الاساسيه. اصلا كل حياتنا كل مذاكرتنا هي عباره عن حفظ. ما ينفعش ان انت تكون فاهم بس، ما انت لو فهمت بس هتنسى، ولما تيجي تطبق هتحس ان انت بتتلخبط بين حاجات كتير. فانت لازم تحفظ ولازم تدرب نفسك على كده. ثالث حاجة القطع أو الكومبريهنشن، ودي أهم حاجة في الامتحان وعليها أكبر عدد درجات. اهتموا بيها جدا علشان هي اللي هتجمع ليك درجات وهي اللي ممكن توقع منك درجات. طيب، وعشان أنا عارفة أهمية الكومبريهنشن وأهمية القطع عملت لك أقوى كورس زي كورس العربي بالظبط، قراءة متحررة عملته في موضوع الكومبريهنشن والقطع بتاعة الانجليش، والكورس هيكون بسعر رمزي جدا الكل يقدر يشترك فيه. طب ايه هي مميزات الكورس؟ اول حاجة بقولك ازاي تحل القطعة وهفصصها معاك حتة حتة، يعني هنشرح على قطعة هقولك فيها كل حاجة ازاي تعملها، ازاي تبدأ اصلا تحل السؤال وازاي تبدأ تفكر فيه وتقرأ القطعة الاول ولا تقرأ الاسئلة. كل حاجة هقولها لك وهشرح لك ازاي بالظبط تقدر تحل القطعة وتقفلها كمان، مش ان انت تكون فاهمها بس. تاني حاجة ودي اهم حاجة هقولك ازاي تتعامل مع القطعة لو انت مش فاهم كلام كتير فيها، وازاي تجيب معنى الكلام صح، ولو سألك مثلا في الاختيارات في الاسئلة المعنى ده في القطعة كان بمعنى ايه او بيفسر ايه، تعرف ان انت تجيبه حتى لو انت مش فاهم حاجات كتير ومعاني كتير في القطعة. تالت حاجة هديكم قطع دورية، يعني هيكون يوم ويوم بينزل لكم قطعة انجليش تحلوها. طبعا انا عاملة في كورس العربي والانجليش ان انا بنزل يوم انجليش ويوم عربي، تمام؟ فانت هينزل لك ان شاء الله يوم ويوم انجليش، والقطعة دي انا هسيبك تحلها مع نفسك. اخر اليوم هقولك ايه غلطاتك، وتاني يوم الصبح هقولك او هعمل لك فيديو بشرح القطعة وبشرح كل سؤال فيها وازاي تحلها كأني بشرح لك طريقة الحل من اول وجديد. رابع حاجة القطع هتكون من افضل الكتب الخارجية وهتكون من جميع الامتحانات السابقة، يعني هتلاقي مرجع شامل لكل القطع اللي ممكن ان انت تتدرب عليها او ممكن تحلها، وطبعا بجميع انواع الاسئلة اللي ممكن تجيلك. رابع جزء بقى من اجزاء الانجليش وهي الترجمة او الترانسليشن. ازاي تتعامل مع الترانسليشن؟ عايزه ان انت ما تاخدش الجمله ما تقعدش ان انت تفصصها حته حته وكلمه كلمه وترجمها جزء جزء، وانا كنت عامله فيديو بوضح لكم فيه تحل الترجمه ازاي وهحطه لكم ان شاء الله دلوقتي. هيطلع لكم دلوقتي على الشاشه هنا مثال كده لترانسليشن من عربي لانجليش. بيقول يعتمد النقل والكثير من الأنشطة الحياتية بشكل كامل على النفط في مختلف المجالات،
لذا نحن في حاجة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة المتجددة لأن النفط سينفذ في المستقبل. طيب ده عايز نحوله الانجليش، ازاي هتحوله؟ اول حاجة هتيجي تبص كده على كل الاختيارات، هتلاقي في فرق في البداية transport and a lot of life activities completely depend on natural gas. نقف لحد هنا. لو جيت بصيت هتلاقي اختلاف في كلمة a lot و many بمعنى كثير من. هو بيقولك يعتمد النقل على كثير من، فانت هتبدأ ان انت تقف عندها كده. كلمة a lot of ولا many؟ كثير من يعني a lot of، فانا هستبعد B و C. تمام، انا كده استبعدت. طيب نيجي بعد كده لو كملنا الجملة هنلاقي ان هو بيقول ان هو بيعتمد بشكل كامل على النفط في مختلف المجالات. طيب لو جينا بصينا احنا كده استبعدنا B و C عادي، فلو جينا بصينا هنلاقي ان في A و D مختلفين في حاجة، natural gas ولا oil in various field. احنا عارفين ان النفط يعني oil، لان اصلا natural gas ده اللي هو الغاز الطبيعي، فده احنا مستبعدينها. رجعنا تاني من الفيديو بتاع الترجمة والترانسليشن. طبعا انا وضحت لك ازاي تعمل الترجمة وازاي تحلها بطريقة سهلة وبسيطة وان انت ما تغلطش فيها. اهم حاجة او اكتر حاجة بتجيب نتيجة مع الترانسليشن هي الاستبعاد، هي ان انت تستبعد سؤال وسؤال زي ما انت شفت بالظبط. خامس جزء واخر جزء معانا النهارده وهو جزء الاساي. وجزء الاساي هو اهم حاجه فيه ان انت يكون عندك حصيله كلمات كويسه، وده طبعا هيجي مع جزء الكومبريهنشن. ان انت لما هتيجي تذاكر كومبريهنشن او هتحل كومبريهنشن كتير ده هيعلمك كلمات وفوكاب كتير، فده هيعود عليك بالنفع في موضوع الاساي. ان انت هتكون عارف كلمات، عارف ازاي تكون جمله، عارف ان انت كل ما كانت الجمل ابسط كل ما الموضوع بقى اسهل وخدت عليه درجه اكتر. بلاش ان انت تكلكع نفسك او تكروت نفسك في جمل ملهاش اي معنى وجمل متكرره في الاسي، لان طبعا مش هتتحسب لك. حاول ان انت تتعامل معاه بذكاء شويه، ان انت تخلي الجمل ابسط، اسهل عليك انت ان انت تكتبها، واسهل كمان على المصحح ان هو يقراها. حاول ان انت يكون خطك كويس اصلا وانت بتكتب، بلاش اخطاء املائيه، بلاش ان انت تلزق الجمل في بعضها، ده ما بيكونش حلو. اكتبه بشكل كويس، وطبعا التدريب على مدار السنه هو اللي هيعرفك ازاي تكتب اسي. تمام، نيجي بعد كده لجزء المدرسين. افضل المدرسين اللي انا ممكن ارشحهم لك هم قناه انجليشاوي في الانجليش، قناة ميس ليلى عرفة، وقناة عبقري لغة. دول افضل القنوات اللي بتشرح على اليوتيوب، وافضل القنوات برضو اللي بيكون عندهم منصات، وافضل شرح ممكن تسمعه هم الثلاثة دول. اسمع على اليوتيوب حصص ليهم وشوف انهي مناسب ليك وانهي اللي هترتاح معاه في الشرح. بلاش ان انت تفضل تجرب مدرسين كتير، لا هم خد معاه او اسمع حصه او حصتين من على اليوتيوب، ما عجبكش خلاص شوف مدرس تاني. بلاش ان انت تقول انا هدي مدرس فرصه تانية، الجزء ده مش موجود في ثانويه عامه، هيضيع لك وقت كتير وهيوترك وهتحس ان انت متلخبط بين كم مدرسين رهيب، فبلاش تعمل في نفسك كده. تمام، نيجي بعد كده لموضوع الكتب. افضل كتاب ممكن تعتمد عليه مع مذاكره المدرس لو هي كويسه خلاص تمام، بس مع مذاكره المدرس ممكن انت تعتمد على كتاب المعاصر، هو افضل كتاب في الانجليش، واللي انا كنت شايفاه بصراحه فيه اسئله كويسه واسئله تدريبيه ممتازه، كان بتتدرج عادي سهل متوسط وصعب، وكان فيه اسئله كتير كويسه، قطع كمان كويسه جدا، فهو ده اللي انا ممكن اقولك تعتمد عليه. بس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون فاتكم، وما تنسوش لو عندكم اي مشكله اكتبولي في الكومنتس او على الانستجرام بتواصل معاكم عليه اكتر. وما تنساش تعمل جوين للتليجرام، وما تنساش ان انت تستغل الكورس اللي عملتهولك في الكومبريهنشن والعربي القراءه متحرره، لان هو هيفيدك جدا وهيكون فيه متابعه هايله، واي حد هيدخل الكورس ده هيعرف اهميته. بس كده، ربنا يوفقكم جميعا يا رب. ثانك يو فور واتشنج.